السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ملكات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مليون مرحب بكل جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني، ان شاء الله عيلتنا هتكبر بيكم ومعاكم. ولو أول مرة تشوفيني بستأذنك خدي لفة في القناة، ان شاء الله هتعجبك جدا وهتاخدي منها باور عالي جدا وكمان هتحفزك وتشجعك. وما تنسيش اللايك القمر بتاعك وكمان تفعلي علامة الجرس وتشتركي في القناة برضه لو أول مرة تشوفيني. وأهلا بيكم بقى في يوم جديد وروتين جديد. روتين النهاردة طحن حلو جدا، ان شاء الله يحفزنا كده ونقول وداعا للكسل، وداعا للكسل الشتا ده. انا بقى النهارده برضه دي من ضمن الفيديوهات اللي انا كنت مسجلاها قبل ما اولد يعني. فدعواتكم كده معايا، انا خلاص يعني راجعه شقتي باذن الله. الله المستعان. بابا ريان بقى عمال يقول الشقه ملهاش طعم كده، يعني مش مرتاحين هو والولاد. طبعا الولاد قاعدين معايا بس هو بياخد بس ريان يوم الحد بالليل عشان يوديه الحضانة معاه الصبح. فهو بقى متضايق يعني ان قاعد بقى لوحده الفترة دي وكده، فهرجع عشان خاطرهم طبعا ان شاء الله. انا لسه يعني لسه يعني بقول يا هادي يا مسهل. بس طبعا الجرح وجعني جدا. طبعا انتوا عارفين جرحين، انا عاملة اعتبر عمليتين، فالحمد لله على كل حال. فطبعًا كل ده تاعبني جدًا مش قادرة، بس يعني إيه عارفين اللي هو أنا الله المستعان، يعني إيه هيبقوا إيديهم في إيديّا كده إن شاء الله بإذن الله يعني، وبإذن الله يعني أقدر إيه أقف على رجلي كده و وأرجع بقى شقتي كده، وإن شاء الله إيه نعمل كل حاجة حلوة مع بعض بإذن الله. النهارده بقى أنا باعمل إيه، قُلت كان عندي كان هدوم بيضا يعني، قُلت أمّا أنقعها الأول. أنا عامةً الهدوم البيضا بانقعها من بالليل في مَيّة حارة، مَيّة سخنة جدًا ومسحوق. فأنا عشان طبعًا كنت ناقعاها في مسحوق أوتوماتيك، فأنا عندي أنتم عارفين طبعًا المسحوق أوتوماتيك مش بيرغي، عشان كده يعني عشان ما يبوظش الغسالات الأوتوماتيك، فهو بيبقى ليها مسحوق معيّن كده عشان خاطر الرغوة، ما بيبقاش رغوته عالية أوي. فأنا كنت طبعًا ناقعة الهدوم بتاعة جوزي البيضا وكده، فكنت ناقعاها في Tide أوتوماتيك. وهو كده كان عندي برضه من قبل المقاطعة ولسه ما خلصش، يعني أنا عندي لسه المساحيق بتاعتي ما خلصتش. إن شاء الله لمّا تخلص بقى بإذن الله يعني نبقى نشوف الحاجة اللي برّه المقاطعة ونبقى نجيبها بإذن الله. فكنت بانقع الهدوم، وطبعًا كان عندي شوية هدوم حطيتهم في الغسالة، ودخلت بقى على المطبخ نعمل الغدا اللذيذ بتاعنا النهارده. عبارة عن عن حاجة حلوة جدًا. عارفين أنا كنت واقفة محتارة مش عارفة أعمل إيه، فقُلت أنا كان عندي نُص كيلو لحمة مفرومة، فقُلت خلاص بدل ما استخدمها لحاجة واحدة لأ، أنا هاقسمها بقى على طبختين وأعمل حاجتين حلوين جدًا. وكل ده ما خدش مني ساعة زمن وأنا واقفة، أقل كمان يعني ممكن نُصاية والّا حاجة، نُص ساعة أنجزت كل ده. عملت إيه بقى، كان عندي 3 بطاطسات كده، آآ أو يعني لو عندِك بطاطسايتين كده كبار. أنا عامةً قُلت بدل ما أنا مش عارفة ناكل إيه النهارده والولاد، أنا عندي الولاد يعني ما بيحبوش الأكل التقليدي، فقُلت خلاص هانوّع لهم النهارده نعمل لهم أكلتين حلوين كده. كان عندي بطاطسايتين، 3 بطاطسات وعليهم بصلاية. وعملت بقى، حطيت فلفل أسود وملح ورشة سكر وكمان بهارات فراخ بس كده، ودعكت وبابريكا، ودعكت كل الحاجات دي في البصل. وبعد كده قُمت التتبيلة دي اللي هي فيها بصل والتوابل دعكتهم في البطاطس. فطبعًا البطاطس خدت النكهة بتاعة البصل بالتوابل وكده، وسِبتها على جنب بقى مع نفسها كده، آآ تاخد من نكهة الحاجة اللي أنا حطيتها دي لحد ما أخلّص بقية الحاجات التانية اللي هي بقى. وكمان حطيت فلفلاية برضه. عارفين اللي هو أنا شُفت التلاجة فيها قُلت أنا مش عارفة، إحنا كنا بقى آخر الشهر ومش عارفة إيه اللي عندي و و فما كانش عندي ساعتها طماطم كانت خلصانة، فتحت التلاجة طلّعت الحاجة الموجودة. فقُمت عاملة حطيت فلفلاية كده، وجِبت بقى اللحمة المفرومة وقسمتها 2. الصينية دي حطيت فيها جزء أهي، حطيتها كده بحالها، يعني ما عملتهاش بقى كفتة ولا بتاع لأ، قسمتها كده يا دوب بس قطع صغننة كده،
وحطيتها بحالها في الصينية وكده الطاجن بتاعنا ده خلص، أو الوجبة بتاعتنا دي كده خلصت أهي، وهادخّلها الفرن. وهنعمل برضه حاجة تانية حلوة أوي، أنا قُلت بقى إيه هاقلّبها كده في البطاطس برضه عشان اللحمة تتغلغل كده جوّه البطاطس وياخدوا من نكهة بعض. حلو جدًا على فكرة جرّبوها هتعجبكم جدًا والله، وعارفين ما أخدتش وقت وأنا واقفة تَك، تَك، تَك قطّعت كلّه على بعضه، ويا دوب بس هاخلّيها على النار من فوق تاخد لها غلوة واحدة بس، عشان ما تقعدش وقت ما تطوّلش معايا في الفرن، لإن كنا بصراحة جعانين، فقُلت هاخلّيها تاخد غلوة فوق وبعد كده أقوم مدخّلاها الفرن تاخد قطعة من الفرن برضه، والشواية وكده. وخلاص كده أنا سايباها على النار أهي بقى، تعالوا بقى أمّا نعمل الأكلة بتاعتنا التانية الحلوة الجميلة، برضه من ضمن الحاجات السريعة جدًا هاعمل طريقة جلاش بس بطريقة مختلفة المرّة دي. طبعًا أنتم عارفين بنجيب الصينية أنا عامةً باحب أنا الألمونيوم، أي حاجة ألمونيوم في الفرن، طواجن عمومًا، الصواني، باحب أي حاجة في الفرن وبالذات الكيكات وكده. جبنا بقى كل ورقتين جلاش كده نحط ما بينهم سمنة، أنا عمّالة أعملها كده وأقول الصينية دي صغيرة والّا إيه، شكلي كده هانقلها في صينية أكبر، عملت كده بعد ما عملت بتاع 3 ورقات كده، لقيتها حسيت إن هي صغيرة، لأ أنا عايزاها في حاجة أكبر من كده، ففي الآخر قُمت شايلاهم كلّهم كده ب برصّتهم كده حطيتهم فين، في الصينية الأكبر شوية. المهم إن أنا هنا بقى باعمل ما بين كل ورقتين كده باعمل مسحة سمنة عشان ما تبقاش تقيلة، يا دوب مسحة بسيطة، أنا ما باكترش، وطبعًا أنتم عارفين أنا ما باستعملش السمنة الصناعي، سمنة بلدي، وعلى فكرة أحسن وقت للسمنة البلدي هو الوقت ده، شهر 1 طوبة، تجيبي سمنة السنة كلها في الوقت ده. هنا بقى أنا لقيت الصينية صغيرة لأ مش مرتاحة في رص الجلاش بتاعي، فقُلت لأ هاجيب الصينية الأكبر شوية وأنقل كل ده أحطه فين، في الصينية الأكبر. المهم بقى إن إحنا ده أحسن وقت باقول لكم إن أنتم تخزّنوا السمنة بتاعتكم، أنتم بتجيبوها طبعًا لو هتجيبوها زبدة يعني، زبدة بلدي وتعملوها أنا عن نفسي ما باحبش أشتري السمنة جاهزة، باحب أعملها أنا في البيت، يعني أجيبها زبدة وأنا أسيّحها، عشان طبعًا آخد المَرْطة بتاعتها، وبصراحة يعني بتريّحني أكتر لمّا أنا أعملها في البيت باحس بنضافتها كده وابقى ضامنة أنا عاملة إيه، ما باحبش أشتريها جاهزة بصراحة. طبعًا أنا عارفة إن الدنيا بقت نار على الكل بصراحة يعني، ما عادش في حاجة اسمها طبقات، لأ والله إحنا يعتبر دلوقتي كلنا الله المستعان يعني ربنا يلطف بينا وبعباده يا رب، أنا حاسة إن ما عادش في حاجة اسمها طبقة فقيرة وطبقة متوسطة وطبقة عليا، ما فيش الكلام ده، أنا بقيت شايفة والله إن كلنا يعني الله المستعان ربنا يلطف بينا حقيقي، كلنا بقينا طبقة واحدة، فالله المستعان، ربنا ييسر أمرنا يا رب جميعًا. طبعًا هتقولوا الدنيا غالية، الدنيا نار، هنجيب سمنة، بُصّوا عامةً دلوقتي بقت كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة بقت معدية level عالي جدًا، بقت كل حاجة غالية جدًا، ما عادش في حاجة اسمها رخيصة، ما عادش في حاجة اسمها إن أنا مثلًا أجيب اللبن وأشيل وش القشطة بتاعه بس واكتفي بكده، أنا عن نفسي باعمل كده، بس في ناس حتى اللبن بقوا بيستغنوا عنه يقولوا لأ غالي، لأ ما فيش حاجة اسمها إحنا الحاجة غالية فإحنا مش هنجيب، لأ هنجيب، يعني هنعمل إيه عندنا أطفال. فبس ندعي ربنا بالبركة كده، ربنا يبارك في رزقنا كلنا يا رب، ويبارك لنا في أولادنا ويرزق أزواجنا يا رب برزق ولادهم إن شاء الله كده، ويعيشوا ويتمتعوا في خيرهم. فأنا بقى باعمل يعني أو نصيحة بقى هانصح مثلًا حد عايز واحدة مثلًا بتحب السمنة البلدي بس طبعًا مش في مقدرتها في الأيام اللي إحنا فيها دي، الأيام صعبة يعني الله المستعان. فهي عايزة تجيب ومش عارفة تعمل الحاجة غالية والسمنة غالية جدًا أو الزبدة غالية جدًا، أنا من رأيي اعملي جمعية، اعملي جمعية خصصيها أو حوّشي على جنب كده في حصّالة إن شاء الله والله لو كل يوم ما أنتِ بقى هتجيبيها من السنة للسنة بقى، إن شاء الله لو كل يوم هتحطّي جنيه، جنيه على جنيه، مرّة 5 جنيه، مرّة 10 جنيه. أي حاجة معاكِ حطيها في الحصّالة دي، لو أنتِ من الناس اللي ما بتعرفش تمسك إيديها وكل ما تلاقي نفسها مزنوقة تقوم رايحة فاتحة الحصّالة، فاعملي بقى الحل التاني اللي هو جمعية، اعملي جمعية وتبقي عارفة إن الجمعية دي أنتِ بس عاملاها لاحتياجاتِك، للحاجة اللي أنتِ عايزاها. وبالنسبة للسمنة يعني خصّصيها كده، قولي مثلًا أنا عايزة أجيب حاجة، فالأولى إن أنا أجيب حاجة صحّية، أأكّل ولادي حاجة صحّية، أنتم عارفين السمنة الصناعي بقت غالية جدًا ومش صحّية أصلًا،
كلّها دهون مهدرجة ودهون نباتية وكده، فكل ده مش صحّي لولادنا، فالأصح طبعًا السمنة البلدي بتاعتنا خير من خير بلدنا بقى وكده. ف هاتيها ربنا يرزقكم يا رب كلّكم، بس هاتيها بإيه، زي ما قُلت لِك اعملي جمعية، اعملي جمعية وده زي ما باقول لِك ده أحسن وقت ليها جدًا في طوبة، ربنا يرزقنا جميعًا يا رب. ده حل ويعني وده حل للي بيبقى نِفْسها إن هي تجيب حاجة في نِفْسها ومش عارفة تعمل إيه، زي ما باقول لكم يا إما تحوّشوا، يا إما لو أنتم من الناس اللي ما بتعرفش تحوّش، يبقى تعملوا جمعية، هي دي أكتر حاجة هتربطِك وهتخلّيكِ لأ أنا لازم أنا ورايا كده التزامات وكده، غصبٍ عنِّك هتجذبِك إن أنتِ لازم تدفعيها. فالله المستعان يعني ده حل وربنا يرزقنا جميعًا يا رب. يالّا بينا بقى إيه أقول لكم أنا باعمل إيه دلوقتي. شُفتوا بقى الطريقة المختلفة دي، أنا عملت رصة الجوليش مثلًا نُص الباكيتة، فعملت مثلًا بتاع 4 والّا حاجة مجوز، وما بينهم ما بين كل ورقتين باعمل إيه، مسحة سمنة كده، وحطيت نُص كمية اللحمة، نُص كمية اللحمة اللي معايا في الطاسة، أنا معصّجاها أصلًا، وطريقة التعصيج بتاع اللحمة أنا عاملاها على القناة كتير جدًا، يالّا سرِّشوا عنها كده بقى وإن شاء الله هتلاقوها، هتعجبكم جدًا على فكرة وما بتاخدش معايا وقت خالص، طريقتها حلوة أوي، بجد زي طريقة المطاعم بالضبط، أنا كمان باضيف عليها جزر مبشور، فبيخلّي طعم اللحمة يروح في حتة تانية خالص. المهم إن أنا عملت إيه، طبعًا أنتم شايفين قدّامكم إن السمنة ما كانتش البتاع ده عفوًا، اللحمة ما كانتش كتير ليه بقى، لإن أنا باعمل طبقتين، يعني أنا باحشيها من النُص وارجع أقوم حاطة إيه، طبعًا شوية جبن لو عندِك أي جبن يعني، باحطها فوق اللحمة، وكمان باقوم راصة إيه، رصة الجلاش بقية الرصة اللي أنا عيناها على جنب، باقي الورق يعني، واقوم حاطة برضه على وشها إيه، لحمة وجبن زي ما أنتم شُفتوا كده. فعشان كده لو أنا عاملة الكمية اللي في النُص قليلة كده أنا باحُط على الوش تاني، فتيجي تشيلي معاكِ ورقة الجلاش كده وتاكليها هتلاقيها معاكِ حلوة ومليانة لحمة، مش هتلاقيها قليلة لأ، هتلاقيها مليانة لحمة ليه، لإنِّك حاطة من جوّه وعلى الوش، يعني أنا حاطة حاشية من جواها وعلى الوش، فطبعًا تيجي تاكلي الخرطة فهتلاقيها معاكِ مليانة لحمة وحلوة جدًا. برضه دي أكلة تانية من إيه، من نُص كيلو لحمة عندي، أنا يعني بدل ما أعمله كلّه في وجبة واحدة، قسمته على 2، قسمته على الوجبتين دول وحلوين جدًا، أنا عندي الولاد بيحبوا الجلاش جدًا، بيحبوا أصلًا الحاجات النواشف عمومًا، حبوه أوي كمان، فأنا خلّيت بقى البطاطس باللحمة المفرومة دي خلّيتها ليّا أنا وجوزي، وخلّيت للولاد الجلاش لإنّهم كانوا إيه، حابينه، وطبعًا سُفيان كالعادة يعني ما بياكلش أي حاجة يعني ما بياكلش أي حاجة محشية على بعضها كده، لازم يشيل الحشو ياكله ويرمي لي إيه، الحاجة التانية، يعني مثلًا لو أنا باعمل لهم ساندوتشات للحضانة، ياكل لي الحشو بتاع الساندوتشات ويرمي العيش الطويل، لو عاملة له ساندوتش عادي عيش من بتاعنا الأبيض بتاع الأفران العادي، برضه ياكل الحشو ويقوم رامي لي العيش، كالعادة يعني سُفيان. طبعًا طعم الجلاش ده حلو جدًا، يتاكل حاف حتى لو مش محشي والله حاجة، لو عليه بس جبن وخلاص خطير. فجرّبوه بالطريقة دي هيعجبكم جدًا، جدًا. أنا كمان حطيت إيه، نُص كوباية لبن أهي، بعد ما قطّعته طبعًا لازم تقطّعيه عشان ما تدخّليهوش الفرن وتنسي الخطوة دي، تدخّليه الفرن وتلاقيه نشف معاكِ مش هتعرفي تقطّعيه، تيجي تمسكيه أصلًا هتلاقي إيه، إن الجلاش معاكِ بيتكسّر وهيتبهدل طبعًا، فأهم حاجة ما تنسيش الخطوة دي قبل ما تدخّليه الفرن ويستوي، قومي مقطّعاه. وحطيت بقى إيه، نُص كوباية لبن، عليها طبعًا إيه، رشة فلفل أسود وملح وبس، وحطيتها أهي وهاقوم مدخّلاها الفرن هي والبطاطس أهي. وبس كده يا قمرات، الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. أنا يعني المقطع اللي هو بعد ما الحاجة ما طلعت من الفرن ده اتمسح، عشان كده إيه، هي خلاص يعتبر كده إيه، ده الشكل النهائي أهو، يا دوب بس الحاجة دخلت الفرن، هاضيف بس عليها إيه، ربع كوباية مَيّة، والحاجة دخلت الفرن وطلعت حلوة جدًا، البطاطس كانت احمرت أكتر، طعمها خطير بجد، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدًا، وكمان الجلاش كان طالع محمر ومليان لحمة ما شاء الله. فبس كده، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، ما تنسوش بقى اللايك القمر بتاعكم، ما تنسونيش كمان في دعوة حلوة، واشوفكم يا رب في يوم جديد وروتين جديد على خير بإذن الله.
ومع ألف سلامة.